قرية صغيرة وسط الصحراء، كانت كتعيش واحد المرأة طيبة اسمها رجاء. كانت كتعيش مع رجلها محمد وولدها الصغير ياسين. كانت الدار ديالهم من الطين، داير بها النخل، وحدها واحد البير قديم ديال الماء. واحد النهار مع المغرب رجع محمد للدار، وكان وجهه ما كيتفسرش وعينيه شاعلين بالغضب. كانت رجاء كطيب الخبز حدا الفران، ومنين شافتو قالت ليه: مالك محمد؟ شفتك ماشي هو هداك اليوم. جاوبها بالغوات: فين كنتي هاد النهار وقت الظهر؟ قالت ليه رجاء: كنت مع اختي سلمى، جات عندي ومشينا باش نجمعوا الحطب. قرب منها محمد وقال لها: ما تكذبيش عليا رجاء، راه شافك واحد الراجل بوحدك في طريق الواد. وقفات رجاء وشافت فيه وهي مصدومة، ما عرفتش راسها باش تبلات، وقالت ليه: انا ما كدبتش عليك، راني كنت مع اختي سلمى، انا كنقول الحقيقة، علاش ما كتصدقنيش؟ رفع محمد صوته كتر وقال لها: انا ما ندير بمرأة اللي نشك فيها، انتي خاينة، خرجي عليا من داري دابا. قالت رجاء وهي كتبكي: انا والله ما خنتك، انا بريئة. ولكن محمد مقصح راسو بزاف وما باغيش يفهم الحقيقة ابدا، اولا يخليها تدافع على راسها. المهم راكم عارفين الرجال منين كيزكرمو مخهم كيفاش كيوليو. صافي داك الساعتي طلقها وقال لها: سيري بحالك عليا انتي وولدك ياسين. وهي تخرج رجاء في داك الليل هي وولدها ياسين. كانت كتمشى في الصحراء فوق الرملة، الحال بارد والسما صافية. كان ياسين صغير وما فاهم والو، هو يسول الام ديالو، قال لها: ماما علاش بابا جرى علينا؟ واش ما كيبغيناش؟ جاوباتو رجاء وهي كتمسح دموعها: باباك غاضب وما عارفش الحقيقة. ما تقلقش يا ياسين، انا معاك، ما غاديش نتخلى عليك ابدا. ومشات رجاء في داك الظلام، وما كانتش عارفة لين غادية، ولكن كانت متأكدة من حاجة وحدة، وهي انها ما غاديش تستسلم، وغادي تحمي ولدها ياسين حتى لو بقات غير بوحدها في هاد الدنيا. ومن بعد وقت طويل ديال المشي، لقات رجاء واحد الشجرة وسط الصحراء، جلسات تحت منها ودارت ياسين في حجرها، وهو يقول لها في واحد الحالة ما هو ناعس ما هو فايق. قال لها ياسين: ماما في الجوع. شافت فيه رجاء بحسرة وقلبات في الصاك ديالها، لقات فيه شوية ديال الخبز وقرعة ديال الماء، عطاتهم ليه وقبلاتو في الجبين ديالو وقالت ليه: صبر يا ياسين، غدا ان شاء الله باذن الله غادي نلقاو شي بلاصه نعيشو فيها. في الصباح بكري كملات رجاء الطريق ديالها، وهي تبان ليها واحد القافله غاديه من البعيد وهي تشير عليها بيديها. وجا عندها واحد الراجل شارف راكب على الجمل ديالو وسولها: شكون انتي وعلاش كتمشي بوحدك في هاد الصحراء؟ قالت ليه رجاء: انا مرا مظلومه، جرى ليا راجلي، وانا دابا كنقلب على شي بلاصه فيها الامان اللي نعيش فيها انايا وولدي ياسين. شاف الراجل في ياسين وقال: انا اسمي ابراهيم، وهاد القافله غاديه لواحد القريه اسمها المنسيه، يلا معانا وغادي نعاونك. فرحات رجاء وشكرات ابراهيم. ركبات رجاء مع القافله، كان ياسين كيشوف من فوق الجمل وهو فرحان بحال اللي راه كيشوف الدنيا من جديد. ومع الغروب وصلت القافلة لقرية المنسية. كانت قرية صغيرة فيها الجامع وسوق وشويش ديال الديور. نزلات رجاء من الجمل وسقساها ابراهيم، قالها: واش عندك شي واحد هنا؟ قالت له رجاء: لا، ولكن غادي نقلب على شي خدمة وفين نسكن. قالها ابراهيم: انا كنعرف واحد المرأة اسمها ام كلثوم، كتعيش بوحدها وكتبغي تعاون الناس، غادي نوصلك لعندها.
مشات رجاء مع إبراهيم عند أم كلثوم. كانت مرا كبيرة في السن ولكن نشيطة وكتبغي دير الخير. منين شافت رجاء رحبات بها وقالت ليها يمكن ليك تسكني عندي، دار كبيرة وانا محتاجة شكون يعاونني. فرحات رجاء وقالت ليها بارك الله فيك، غادي نخدم بجدية وما غاديش نقلقك ابدا. قالت ام كلثوم وهي كتضحك ما تهضريش على الخدمة دابا، ارتاحي ورا ولدك محتاج ينعس. نعس ياسين هذيك الليلة على فراش حقيقي من بعد نهار طويل في الصحراء، ولكن رجاء بقات كتشوف فيه وهي كتقول في نفسها الحمد لله، دابا كنعيشو حياة جديدة وقلبي مازال ما نسى الالم ديالته. ولكن محمد غادي يجي واحد النهار وغادي يعرف انني بريئة. داز 3 سنين وكبرات رجاء في عينين قرية المنسية. كانت كتخدم بجدية في الدار ديال أم كلثوم، كتنظف وتطيب وكتساعد الجيران، وكانت محبوبة من طرف الجميع نحيت كانت مرأة طيبة وعمرها سأت لشي واحد. أما ياسين حتى هو كبر ولا ولد قوي كيفهم دغيا، كيبغي يسول بزاف. واحد النهار رجع ياسين من الجامع وقال الأم ديالو اللي هي رجاء، قالها ماما الفقيه ديال الجامع قال لي انه الصدق كينجي صاحبو والظلم ما كيدومش، واش بابا بصح ظلمك؟ قالت ليه رجاء ياسين راه ظلمني ولكن انايا ما كنكرهش، انا غير حزينه نحيت ما سمعش ليا. قال لها ياسين غادي نكبر وغادي نخليه يعرف الحقيقه. ضحكت رجاء وقالت ليه ولكن ما تكونش حقود، حنايا ولاد الصبر والصدق. دازت 7 سنين اخرى وياسين ولا شاب، كان خدام في السوق مع واحد التاجر اسمه عمر، وبغى عمر بزاف نحيت كان امين وصادق. واحد النهار قال عمر رجاء ولدك غادي يكون راجل عظيم، هو بحال النور كيدخل القلب والخاطر دغيا. فرحت رجاء وحمدت الله وقالت انا ربيته على الخير وكنتمنى الاب ديالو يشوفو لين وصل. واحد الليله جا ياسين عند الام ديالو وجلس حداها وقال لها ماما بغيت نمشي للقريه ديال بابا، بغيت نقلب عليه. قالت ليه رجاء علاش؟ قال لها ياسين باش نقول ليه الحقيقه ونشوفه، حتى ولو انه ما اعترفش بيا ما عمرني ما غادي ننساه. سكتات رجاء واحد شويه وهي تقول ليه سير ياسين ولكن كون حكيم وما تخليش الغضب ديالك يسيطر عليك. قال لها ياسين وهو كيضحك غادي ندير داكشي اللي ربيتيني عليها ماما. في الصباح هز ياسين حوايجو وداه الام ديالو ام كلثوم، قبل اليد ديال الام ديالو قال لها دعي معايا ماما. قالت ليه رجاء وهي كتمسح على راسو الله يسهل طريقك ويخلي الحق معك. وخرج ياسين وهو كيمشي في الطريق اللي مشات فيها الام ديالو رجاء قبل 10 سنين، ولكن اليوم ما عاش معاه الظلم ولكن عاز الحقيقة. خرج ياسين من قرية المنسية فوق العود ديالو، كانت الطريق طويلة ولكن قلبه عامر بالعزيمة والإرادة. كان ياسين كيمشي على نفس الرملة اللي مشات فوقها الأم ديالو رجاء من قبل سنين هادي، ولكن ما كانش خايف وديما كيفكر في الهضرة ديالها. ما تهش الحقد في قلبك ولكن هز النور والصدق. ومن بعد يومين ديال المشي وصل ياسين للقرية ديالهم القديمة. الجزء الماجي الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله غادي تعرفوا اشني اللي وقع من بعد. تسناوني.